ناخد نموذج احنا عشناه. نعم. محاولة الانقلاب في تركيا مثلا على سبيل المثال، لو احنا بنرصد يعني العلاقة بين الإسلاميين وبين الدولة التركية ما قبل أردوغان معروفة، علاقة متوترة على مدار الساعة. هو إيه اللي خلى النموذج التركي بقى مختلف؟ لأن جه حد إسلامي نجح في إن هو يقدم نموذج اللي هو أردوغان، وجه يقدمه في البلديات يعني في الآخر. فلما جه للرئاسة جه وهو مرحب به نتيجة لأنه محقق حالة نجاح. فالحقيقة أفشل الانقلاب مش بس نزول الناس للشارع، ده في الحقيقة كان أحد العوامل بس مش العامل المرجح، يعني إن ناس من داخل المؤسسة العسكرية نفسهم رفضوا هذا الانقلاب، وناس من داخل المؤسسة الشرطية برضو رفضوا هذا الانقلاب وقدموا أرواحهم يعني منعا لهذا الأمر. فهل القناعات ديت النهارده موجوده داخل المؤسسه العسكريه؟ بقول لك بكل وضوح ممكن تبقى عند شريحه محدوده بنعمل على توسعتها، مش مشكله. معلومه ان هي موجوده. نعم. يعني كتير جدا من داخل المؤسسه العسكريه حسوا ان هو اتورطوا في فكره الحكم المباشر دي لبلد زي مصر، كانت توريطه كبيره، والموضوع ده عاد عليهم بمشاكل ضخمه يعني.